ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سالم رزق، وده الدرس الخامس من رحلتنا ازاي تتعلم تستخدم الكمبيوتر صح. هنتكلم بقى النهارده على شويه حاجات كده مهمه يمكن اغلبكم ما يعرفهاش، وهي لو الجهاز بتاعك تقيل او بيهنج ده هيبقى لشويه اسباب كده. اول حاجه ملفات التمب هنتكلم عنها. ملفات التمب ديت يعني باختصار هي الملفات المؤقتة. يعني ايه ملفات مؤقتة؟ يعني الجهاز عندك بيفضل يخزن في ملفات كتير جدا جدا جدا، بتاخد مساحة وكمان بتخلي الجهاز تقيل. الملفات ديت ملهاش اي لازمة على الجهاز غير ان هي بتخليه تقيل. هنتكلم برضو على شوية حاجات قدام كده، بس الاول خلينا نعرف ازاي نوصل لملفات التمب ديت وازاي نحذفها. اول حاجة هنعملها وهي هنضغط على ويندوز وحرف الار. هيفتح لنا زي ما انتوا شايفين قائمة اسمها run. هنكتب فيها الامر ده زي ما انتوا شايفين كده temp، وهنضغط على انتر. زي ما انتوا شايفين جاب لنا الملفات دي. طبعا الملفات ديت ملهاش اي لازمة، يعني ما تخافش، انت لو حذفتها مش هتأثر نهائي، بالعكس دي هتساعد الجهاز انه يتحسن. فطبعا احنا قلنا ازاي في الدروس اللي فاتت تحدد كل الملفات، بنضغط على كنترول وايه بيتحدد كله. علشان نحذفها نهائي من الجهاز هنضغط على شيفت وديليت، هنضغط على يس. طبعا هنعلم على الاختيار ده وهنوافق. زي ما انتم شايفين حذف لنا كل الملفات. هنرجع تاني وهنضغط على ويندوز وحرف الار. هيفتح لنا برضو قائمة رن. هنضغط بقى المرة دي على شيفت ورقم 5، هيعمل لنا علامة في المية. هنكتب تاني تمب، وبعد كده هنضغط على شيفت وعلامة في المية وهنضغط على انتر. هيفتح لنا برضو الملفات دي. شايفين كل الملفات ديت برضو يا شباب ملهاش اي 30 لازمة، يعني مش هتأثر عليك نهائي، ولا هي ملفات مهمة ولا اي حاجة خالص. ديت زي ما قلت لك ملفات مؤقتة متخزنة على الجهاز، اخدة مساحة ومتقلة الجهاز بتاعك. طبعا هنحدد كنترول ايه الملفات كلها، هنضغط على شيفت وديليت، هنحذف كل الملفات. وطبعا هنعلم على الاختيار ده علشان يحذف لنا كل حاجة. برضو هنعلم على الاختيار ده وهنعمل سكيب، لان في بعض الحاجات مش هينفع تتحذف. احنا كده حذفنا ملفات التم. هنيجي بعد كده هنروح على الهارد، هنروح على زيز بي سي. بعد كده انا عندي هاردين، انت ممكن يبقى عندك 3، ممكن 4، ممكن اكتر. فاعمل الخطوات ديت على كل الهاردات اللي عندك، وما تقلقش انت كده هتنضف الهارد، وكمان لو في اي مشاكل هتتصلح. هنضغط على بارتيشن السي، كليك يمين، وهنختار اخر اختيار، وبعد كده هنضغط على الاختيار ده. زي ما انتم شايفين جاب لنا القائمة دي. هنعلم على كل المربعات دي، وبعد كده هنضغط على اوكي وهنقول له ديليت. وما تقلقش خالص، الموضوع ده مش هيحذف اي حاجة من الملفات الاساسية، ده هو بس بينضف لك البارتيشن، فما تقلقش. هنيجي برضو على الدي وهنعمل نفس الكلام، كليك يمين وهنروح على اخر اختيار، وبعد كده هنضغط على الاختيار ده وهنعلم على كل حاجة هنا. طبعا هو فاضي مفيهوش حاجة، لكن برضو هتلاقيه عندك فيه حاجات كتير جدا. هتعلم عليه وهتضغط اوكي وبعد كده ديليت، هيحذف لك كل الملفات اللي ملهاش لازمة. هنروح بعد كده على حاجة مهمة وهتفهمها مع الشرح. هنضغط على كليك يمين وهنضغط على اخر اختيار. هيفتح لنا زي ما انتوا شايفين الصفحة دي، لازم تفتحها من هنا. يعني تاني هتروح على زيز بي سي وهتضغط كليك يمين، هتختار اخر اختيار، هتفتح لك الصفحة دي. تمام، لازم تبقى موجود فيها. بعد كده هنروح على remove setting، هنضغط على الاختيار التاني اللي هو قبل الاخير. جاب لنا زي ما انتوا شايفين الحاجات دي. ايه بقى اللي يهمنا هنا؟ اللي يهمنا هنا ان احنا هنعمل حاجة اسمها نسخة احتياطية للنظام. يعني انت اول حاجة هتيجي على بارتيشن السي تعلم عليه، وبعد كده هتضغط على الاختيار ده، وهي هنا معمول لها ديسيبل، لا هتشغلها. تضغط على الاختيار الاول وبعد كده هتضغط اوكي، ما تعملش اكتر من كده. طيب دلوقتي انت فعلته، ايه الحاجات ديت وايه النسخة الاحتياطية؟
دلوقتي لو لا قدر الله الجهاز حصل فيه اي مشكلة عندك او اي حاجة اتحذفت، من خلال النسخة الاحتياطية ديت انت تقدر ترجع كل حاجة وتقدر تصلح الجهاز بتاعك لو فيه اي مشاكل. طيب احنا دلوقتي ازاي هنعمل نسخة احتياطية؟ الطريقة سهلة جدا. هنيجي على الاختيار التاني اللي هو كرييت، هنضغط عليه ضغطة وهنكتب اسم النسخة اللي احنا عايزين نسميها، وليكن مثلا سالم. وبعد كده هنضغط على كرييت، هنستنى شوية لما يعمل لنا كرييت. دلوقتي زي ما انتوا شايفين هو خلص وعمل لنا النسخة. طيب انت دلوقتي عايز تفهم برضو ازاي لو الجهاز بتاعك باظ او حصل فيه اي حاجة ازاي ترجعه زي ما كان. احنا دلوقتي عملنا نسخة صح، ازاي بقى تستخدمها؟ هقولك ازاي. انت دلوقتي وليكن مثلا بتستخدم الجهاز بتاعك عادي، ولا قدر الله مثلا اي حاجة حصلت فيه وفي مشكلة مش عارف تحلها. طيب انا كنت عامل نسخة امبارح مثلا يعني والجهاز باظ النهاردة، دلوقتي عايزين نرجع الجهاز زي ما كان بالظبط زي ما كنت انا سايبه امبارح. هنعمل ايه؟ هنروح على this PC، بعد كده كليك يمين نختار اخر اختيار، بعد كده هنروح على remove setting، بعد كده هنضغط على الاختيار اللي قبل الاخير، بعد كده هنضغط على الاختيار ده، هنضغط على نيكست. وزي ما انتوا شايفين ظهر لنا ايه؟ ظهر لنا النسخة اللي احنا عاملينها بتاريخ 7/12 الساعة 2:12. وكمان انا كنت مسميها سالم. تمام. دلوقتي عايزين نستخدمها، هنعمل ايه؟ بمجرد ما هتضغط نيكست نيكست الجهاز هيبدأ يرستر وهياخد وقت لحد ما يرجع لك النسخة اللي انت كنت عاملها. وطبعا لو في اي مشاكل هتتحل معاك بسهولة جدا وبدون اي مشاكل. فزي ما قلت لك الحاجة دي مهمة جدا جدا جدا. حتى انت ممكن تعمل اكتر من نسخة مش نسخة واحدة. يعني لو جيت هنا انت ممكن تعمل اكتر من نسخة، يعني مثلا لو كل شهر عملت نسخة، يعني بحيث انك لو في حاجة ضاعت منك او حاجة مهمة باظت في الجهاز تقدر ترجعها بكل سهولة وبدون اي مشاكل. احنا لسه موجودين في نفس الصفحة وهنروح برضو على حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي لو الجهاز بتاعك تقيل جدا وحاسس انه بطيء حتى وانت بتستخدمه، ففي حاجة جميلة جدا هنعملها هتخلي لك الجهاز بتاعك اسرع نسبيا. مش هقول لك اسرع خالص، لا، هخليها لك اسرع نسبيا. هنروح على اخر اختيار وبعد كده هنضغط على setting، وبعد كده هنعلم على الاختيار التالت. زي ما انتوا شايفين احنا شلنا التحديد من على كل الحاجات دي، وبمجرد ما هنضغط ابلاي هتلاقوا ان في حاجات كتير اتغيرت. زي ما انت شايف الخط بقى عامل ازاي، وطبعا الظل والحاجات دي كلها هتخفف الضغط على الجهاز وعلى المعالج. انا دلوقتي عايز اغير اسم الجهاز بتاعي، زي ما انتوا شايفين هنا سالم 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 سالم. طيب انا عايز اغير الحاجات دي كلها، هعمل ايه؟ وليكن عايز اغيره لأي حاجة تانية انا عايزها. هضغط على الاختيار الاخير ده وبعد كده هضغط على اول اختيار اللي هو كمبيوتر نيم، وبعد كده هنغير الاسم وليكن مثلا احمد، وهنضغط على ابلاي. زي ما انت شايف هو اتغير هنا لكن ما اتغيرش هنا او هنا. هنغير بقية الاسماء ديت ازاي؟ تابع معايا. هنضغط على الاختيار ده، هنكتب هنا الاسم اللي احنا عايزينه وبعد كده هنضغط على اوكي. زي ما انت شايف هو اتغير معانا، فبيقولك دلوقتي انت لازم تعمل ريستارت علشان يظهر معاك هنا. احنا طبعا هنقوله مش عايزين نرستر الجهاز دلوقتي، هنخليها بعدين. لكن انت طبعا تقدر ترستر الجهاز على طول وهيتغير معاك الاسم فورا بمجرد ما الجهاز يقفل ويفتح. لو رحنا على قائمة ستارت وبصينا هنا هنلاقي ان في صورة. ازاي تحط صورة للجهاز بتاعك؟ تابع معايا. هنفتح الاعدادات زي ما تعودنا وهنروح على account. زي ما انت شايف هنا ظاهرة الصورة بتاعتي. طيب انت هنا اكيد مش هيبقى فيه صورة دي. طب لو حابب تحط الصورة اللي انت عايزها هنروح على الاختيار ده، هنضغط عليه وبعد كده هنروح على المكان اللي فيه الصور بتاعتنا. وليكن مثلا انا حاطط كام صورة كده في IMG. هنفتح كده وهنختار مثلا الصورة دي.
او دي مثلا، وهنضغط على الاختيار ده. زي ما انتوا شايفين الصورة اتحملت معانا بكل سهولة. الموضوع سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي مشاكل. طيب واحد يقول لي دلوقتي، طيب انا عايز اعمل باسورد للجهاز بتاعي، اعمله ازاي؟ هقول لك هنروح على الاختيار ده، وبعد كده هنروح على كلمة باسورد، وهنضغط على اد. زي ما انتوا شايفين بقى هنا بيقول لك create password، يعني اعمل الباسورد بتاعك. هنا بيقول لك انت هتعمل باسورد جديد، يعني وليكن هتكتب الباسورد بتاعك اللي انت عايزه، وهنا هتعمل نفس الباسورد اللي فوق. تمام. وفي الخانة ديت بيقولك اعمل تلميح للباسورد بتاعك، بحيث انك لما تشوفه تفتكر الباسورد بتاعك على طول. وبمجرد ما هتعمل نيكست هيشتغل معاك على طول بدون اي مشاكل. واول ما تقفل الجهاز بتاعك وتفتحه هتلاقي ان الجهاز طالب باسورد علشان يدخل على الويندوز. وبكده يا شباب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا الخامسة النهاردة. فيا رب تكون استفدت منها، ويا رب تكون بتطبق الحاجات اللي انت اخدتها علشان ما تنساهاش. واشوفك على خير في فيديو جاي ان شاء الله.